في اليوم 23 للحرب 22 مارس تقدر تسميه بمنتهى الأريحية خيار شمشون. ترامب بيهدد بهدم المعبد عليه وعلى إيران وعلى الخليج وعلى الكل كليلة إذا لم ترتدع إيران وتفتح مضيق هرمز بلا قيد أو شرط خلال 48 ساعة، مر منهم تقريبا 24 ساعة. ترامب يائسا خيار شمشون لا يكون أبدا إلا خيار اليائس، مهددا من لم تثبت الأيام أو 3 أسابيع الماضية إنه بيخضع للتهديد. هدمر كل محطات الطاقة، سأقضي عليكم تماما، وقاعد يعمل مداخلات مع التلفزيون العبري. إيران بترد ب4 حاجات محددين. 1، مضيق هرمز اللي كان مفتوح للأصدقاء لن يكون مفتوح للأصدقاء ولا الأعداء، وسيظل مغلقا حتى إتمام إصلاح ما تدمر في تهديد ترامب. 2، استهداف كل الشركات اللي الأمريكان ليهم أسهم فيها في غرب آسيا بمختلف أنواعها. 3، محطات الطاقة والنفط بتاعة الكيان هتهاجمها إيران بالكامل. 4، محطات الكهرباء في الأراضي اللي فيها قواعد أمريكية، المقصود بين قوسين الخليج، كمان سيتم تدميرها. اليوم ال 23 للحرب خيارات شمشون، سواء في تهديد إيران ترامب لإيران أو في الرد الإيراني. الله خالق.